بعد النقص الفادح لأكياس الدم بمستشفى الأمير عبد القادر بالبسباس، قام الفريق المخصص مع الدكتور قيداد رسمير والطاقم المرافق له بعملية جمع أكياس الدم ونصب خيمة أمام مسجد التقوى العتيق ببلدية بن مهيدي. كانت لنا الكلمة مع أحد المتبرعين. أنا نسكن هنا في جويهدي الكوسي. اسمها شو تم يتبرع بالدم الأول من الشام، يتبرع بالدم كما يتبرع. اسمه مادام كان مرض الكورونا كان نقص شوية في الدم يتبرع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. في إطار حملة التبرع بالدم بمسجد تقوى العتيق بلدية بن مهيدي، نطلب من الإخوة المواطنين أن يتقدموا للتبرع بقليل من دمهم. التبرع بالدم من أعظم الصدقات عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في إحياء النفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا نطلب من الإخوة المواطنين أن فوائد التبرع بالدم هي كثيرة. أولا أن هذا كما ذكرنا من الصدقات. ثانيا أن التبرع بالدم يعني المواطن هذا له يدير يعني تحاليل طبية مجانا. هذا أيضا ممكن تغيب يعني على بعض المواطنين هذه الفائدة. وأن إنقاذ نفس مؤمنة هي من أعظم ما يتقرب به الإنسان المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا على حمل التبرع بالدم حاجة هايلة، حاجة باهية، حاجة إنسانية. ربي يبارك إن شاء الله، ربي يعينها إن شاء الله. يكون كل اليد في اليد كي هكا الدنيا تنجح 100% إن شاء الله. الله يبارك فيك. هذه مبادرة طيبة قايمين بها، تشكرون عليها. هناك إقبال والناس راهي متطوعة على عندها أجر كبير. ربي يجعلها في ميزان حسنات المواطنين، وربي أجر القائمين عليها. وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة مليحة هذه تاع التبرع بالدم، وخاصة للمستشفيات، لأن المستشفيات تحتاج الدم كثير وتحتاج الدم في كل وقت، والمواطنين من المفروض يكون عندهم تحسيس ويبذلوا الدم. والتبرع بالدم عند رب العالمين مليحة وعند العبد مليحة، وحاجة إن شاء الله تشرف خاصة بلدية بن مهيدي وقرية بن مهيدي لهنا. والناس اللي فيهم شوية ما مقبلين، مازالوا ناس آخرين شوية ما مازالوا داهشين ولا حاجة. من المفروض يعني يمدوا الدم ما فيهاش مشكل خلاص، والتبرع بالدم ما فيش حتى خطر لا على المد لا على اليد. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. مبادرة طيبة، ونطلبوا من الناس اللي الله يبارك مرتاحة وعندها صحة جيدة تتبرع بخواتها بقطرة دم محتاجينها الناس الكل. شكرا. لا نطلب من الإخوة المواطنين مواطن بلدية بن مهيدي أن يتقربوا إلى مسجد تقوى العتيق بلدية بن مهيدي. العملية خاصة بمسجد البسباس أو مستشفى عفوا البسباس، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما نشكر أيضا قناة الشرق اليوم عفوا على هذه المبادرة، وأيضا تحفيز المواطنين والمساهمة في هذه العملية وفي نجاح هذه العملية. ربي يبارك فيكم إن شاء الله ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله.